والله يا اخوان ما قدرتش اقول كلمة السلام عليكم يا اخوان بالفرنسي، صعبة صح، لكن ان شاء الله في الفيديو الجاي بقولها، ببدأ من توا لين بكرة لين اصير فرنسي اصلي. طبعا فيديو اليوم بيكون عن مرعب المتنورين. تهم يا اخوان، والله الحماس ليفل ماكس. واو. طبعا قصة مرعب المتنورين هي انه كان في 8 اولاد وبنات في المدرسة يتنمروا عليه، وهو ساكت لما جاء يوم وخدتهم انه يزعقوا يتنمر عليه بيقتل جدهم واحد واحد. وطبعا قاعدين يضحك ويقولوا انت بتقتلنا، وهو طلع من عندهم وهو ساكت ومشى الحوش وهو معصب، وجاب مسدس بول المدرسة، ولما خش لا سلام ولا كلام، الرصاص يتكلم بدالي. تعالوا نسمعكم صوت الرصاص لما قتلهم. هادي هاي هادي That is true. Fuck it. نوك فينش على طول يا حبيبي، والله سوى رعب في صربيا، كل اللي في المدرسة خايفين منه. طبعا اقتل 8 طلاب وحارس اللي تدخل لما شاف يقتل فيه. والله مقولة لا تتدخل فيما لا يعنيك، ايش دخلك بينه وبين الطلاب؟ هم اللي ظلموا، لو كنت ما دخلت كنت عايش، لكن قدر الله ما شاء فعل. رأيكم في الموضوع؟ هل الطلاب يستاهلوا اللي صار لهم ولا ظلمهم القاتل؟ رأي بس يا مش حاجة تانية. نكملوا. ولما كمل من قتلهم اتصل على الشرطة بنفسه وقال لهم أنا قتلت الطلاب وأنا من مدرسة كذا. والله الولد واثق بنفسه إنه مش غلطان بشي اللي عمله. ولما جه الشرطة فتشوا ولقوا ورقة فيها خطط الولد وكيف بيجيب السلاح وين بيدخل المدرسة وكل شي. والله الولد ذكي الصراحة، وبعد ما اعتقلوه وروا الناس الخطط وكيف تمت عملية القتل. وطبعا ما دخل السجن بل دخلوه مشفى الأمراض النفسية، لأنه في عنه أي واحد تحت 18 عمل جريمة ما بيدخل السجن، بيدخل مشفى الأمراض النفسية. حاسبين اللي تحت 18 بيجنوا إذا عملوا جريمة. والله عيشته محلى عيشة. وبعد ما بيطلع من مشفى الأمراض النفسية ويتنمر حد عليه بيفجر راسه مرة تانية. وين بتاخدوه ترجعوه لمشفى الأمراض النفسية مرة تانية؟ والله وهميين. بتمنى عجبكم المقطع، لو عجبك اضغط لايك واشترك، لأن الاشتراك أهم من اللايك، وانت أهم منهم كلهم. والسلام.